الساعة 9 مساء البيان بيتجهز. في الوقت ده التلفزيون المصري بيعمل بروفات على بيان السيسي، الكاميرات كلها جاهزة والميكروفونات كمان، وورقة البيان بين ايدين السيسي مكتوبة بخط واضح وكأنها جاهزة من أيام. البيان اتذاع الساعة 9:25، وفي اللحظة دي يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيس جديد. حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرسي واقف قدام التلفزيون مش مصدق عينيه وعمال يزعق ويقول أنا الرئيس الشرعي، محدش ليه حق يشيلني. بس اللي حواليه كلهم كانوا اختفوا، حتى مدير مكتبه كان أول واحد خرج من الباب الخلفي. والنهاية كانت الساعة 11 بالليل، عربية مصفحة دخلت قصر الاتحادية وخرج منها ضباط من الحرس الجمهوري، دخلوا على مرسي وقالوا له بهدوء انت دلوقتي تحت الإقامة الجبرية، محتاجينك تمشي معانا. مرسي سألهم وقال رايحين على فين؟ قالوا له ما تقلقش، مكان آمن. وتم نقله بطيارة هليكوبتر من ملعب الحرس الجمهوري، ومن بعدها اتفتح ملف طويل من القضايا والتحقيقات والمحاكمات. وفي النهاية ليلة سقوط مرسي ما كانتش ليلة عادية، دي كانت ليلة اتغير فيها مصير الدولة، فيها تحركات صامتة وخطط محبوكة، وأهم من كل ده ليلة محدش طلع منها زي ما دخل.